حياكم الله. اليوم جمعة وعندي أول يوم شغل هنا بهذا المطعم كباب حجي حسن. اليوم جمعة وباكر سبت، السبت راح أكون موجود من الساعة بالثنتين الظهر للخمسة أو للستة تقريبا. تعالوا باكر إذا ما لحقتوا اليوم تجون اليوم جمعة. أوكي، تعالوا أشوفكم الصمون والقص العراقي الأصلي والقوزي والمشاوي والتمن والمرق العراقي الزين ابن الزين. تعالوا اليوم عندي أول يوم شغل، خل أشوفكم الأجواء. يلا. اول ما دخلت على المطبخ لقيت هوايه طلبيات على القص والصمون العراقي، لان تدرون ببرلين نادرا تلقون القص والصمون العراقي، فحجي كباب مطعم عراقي اكيد عنده القص والصمون العراقي، وانا موجود هنا أنا قاعد دا اشتغل. تعالوا يوم السبت راح تلقوني وان شاء الله ادللكم وداركم. هسه اجى دوري اني اخذ استراحه واكل هاي الوجبه مالتي مال قص. ابو عمركم شايفين هيك لفه مدلليها لك، هذا نفر كامل. اضرب. قلت اليوم اول يوم خلي داري نفسي تكه وكباب اكل. ما اسولف لكم على الخبز، الريحه مالته ترد الروح ماله هنه، وبصراحه هنا الخبز كلش حار ومقسب. المهم هنا طلعت الخبزات قلت له اعطيني اياها، وكان انشوي تشويه وتورطت. وين عشاق الفاصوليا راح تلقون عندنا اكيد فاصوليا عراقيه، واكيد الباميه. انا طبعا من عشاق البانيه، هي بانيه لو باميه. المهم هنا موجود عندنا قوزي كنا حلقوم، وهنا التشريب مال دجاج، وهنا القليه الموصليه قبان قلبك حبيبي، واكيد عندنا التبسي العراقي، وهاي مرقه العدس محبوبه العراقيين. اكيد اول ما تجي نقدم لك ونضيفك من عندها. طبعا العراقيين من عشاق التمن، عندنا تمن ابيض وعندنا همنا قوزي. هذا القوزي بصراحه ريحته ترد الروح. وهسه اجى دوري اني اكل، وصار الاكل مالتي جاهز. هنا عين التكه حلقوم عراقي اصلي 100% يوصي بيها الدكتور علوش، ولك عين تموت. اضرب. وبصراحه الكباب يومهم كباب العراقي كلش طيب، هذا مو كباب هذا اسمه حلقوم. اي والله كلش طيب. والطماطه المشويه بصراحه انا من عشاقها، كلش احبها لان طعمها يرد الروح، وخاصه اذا هي على الجريل. يابا الطرشي العراقي ما اسولف لكم، هذا الطرشي بالعنبه العراقيه الاصليه 100%. ولك عيني صدق امعط. هنا هذا القص مالتهم همين تدرون انتم القص العراقي نادر وما موجود ببرلين، بس اكيد يم حجي كباب راح تجون واكيد راح تاكلون قص عراقي وصمون عراقي. وتعالوا حتلقوني اني موجود لح ادللكم. ولك عيني الطعم صدق خرافي. اجى هنا صاحبي سجاد، اكيد انتم كلكم تعرفوا، يسلم علي. شو هذا طلع ما جاء علي، طلع اجى على مود ياخذ اللفه مالتي وبدون مستحى. بصراحه انا زعلت من عنده، بس اكيد الف عافيه وهني ومري. المهم انا هنا كملت الاكل مالتي، وهنا لميت الميز ونظفته. وتدرون الشغل ما بيه عيب، اكيد لازم من اكمل اكل اغسل الميز او امسحه مسحه زينه معدله على مود تجي ناس غيرنا تقعد على هذا الطاوله. وبصراحه انا زعلان على سجاد، بس اكيد من يجي يمنا لازم ادلله وداري. المهم هنا سجاد انا صالحنا، بس ظليت شايل بقلبي كمشته وكتلته. اقول توصلكم ساعه تشاهدون، ايش وقت تعطوني لايك؟